السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا هنعمل مع بعض طاسة السجق بطريقة سهلة وبسيطة للناس اللي أول مرة يخشوا المطبخ. هنعملها أحلى من المحلات وأحلى من عربيات السجق الشرقي بطريقة سهلة وبسيطة. تقدري تقدميها جنب مكرونة أو في سندوتشات مع الصوصات، هتبقى حاجة تحفة. يلا بينا نروح على الطريقة والمقادير. اول حاجه كده هنجيب طاسه او صينيه اللي انت تحبيه، هنحط فيها كده حبه زيت ونستنى كده الزيت يسخن شويه. وبعد كده هنجيب بقى السجق بتاعنا. انا هنا السجق كل سجقايه مقطعاها 2، فهحط بقى كده السجق في زيت سخن. بعد كده بقى هشوحه وهسيبه على قد 10 دقايق كده متغطي. انا كده بقلبه بديله الصدمه بتاعت اللي هو تشويحه الزيت. وبعد كده بعد 10 دقايق هنزل عليه بقى ببصلتين مفرومين ناعم. حابه بقى تقطعيهم جوليان، حابه تقطعيهم خشن، حابه